بونجور بونجور، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي كتشوفوا اليوم غنوجد معكم طاجين نتاع الكبده. على بركه الله نبداو. عندي هنايا كبده الخروف ولا عجل، الكبده اللي عندكم متوفره هي والقلب. شديت الكبده قطعتها هي والقلب. مهم كي تشوفوا عندي هنا كبده، عندي شرموله اللي هي القزبور والمعدنوس والثوم، دقيتهم مزيان. بالنسبه للبهارات عندي بلاك بيبر اولا الفلفل الاسود، الزنجبيل، الكركم، بابريكا، الكمون والملح. خديت طماطم بشرتها، حبه طماطم او 2 على حساب الحموضه اللي كتعجبكم. بصله مشلضه اولا بصله مقطعه هكذا مكعبات في واحد الطاجين اولا في مقله الا ما متوفرش عندكم طاجين مغربي اولا طاجين فخار. خديت هنايا الزيت، خليته يسخن شويه، ضفت عليه البصل، خليتها تشحر مزيان حتى تبدل اللون ديالها ودبلات معايا. زدت عليها الطماطم، عصير طماطم اولا الطماطم اللي بشرتو، هداكشي اللي متوفر عندكم. زدت عليها البهارات كيف قلت لكم، الفلفل الاسود، البابريكا، الزنجبيل، الملح والكمون. خديت هنايا الكبد، قطعته مربعات اولا خليوه هكا شرائح على حسب، الا بغيتوها سلطه او كمقبلات قطعوها صغيره، الا بغيتوها في الطاجين كاكله غادي تقطعوها هكذا قطع كبيره طويله. هنا باش غادي نرقد الكبده باش تدخل فيها شرموله، خديت شويه نتاع شرموله اللي وجدت وزدت عليها البهارات اللي هي الكمون، الكركم، الابزار او الفلفل الاسود والبابريكا. هنا نسيت ما ضفتش ليكم، ما ذكرتش عصير الليمون وملعقتين من الخل. خليتها مده نص ساعه حتى دخلت فيها مزيان ديك الشرموله. من بعد خديت واحد المقله وقليتها 5 ديال الدقائق، ما تزيدوش فوق 5 دقائق. حنا بغينا نحيدو منها غير ديك الزفره ديالها زفوريه اولا شويه نقصوا منها من الدم اللي فيها. تعرفوا ان الكبد فيه مجموعه ديال الفوائد، من بينهم انه كيصلح للناس اللي عندهم فقر الدم، فهو غني بالحديد. هنا كي تشوفوا راني كنخلط المقادير باش كي غيتجانسوا مع بعضياتهم. هذه البصل من بعد ما دبلات في الطاجين، تعرفوا بلي الطاجين تيشد شويه الطياب، يعني في المقله اولا في الطاوه غادي يطيب معكم بسرعه. فهاد الوجبه ما كتاخذش اقل من نص ساعه في الطاجين، ولا كانت في جدر اولا وعاء غادي تاخذ اقل من هذا الوقت. هنا كيف سبق لي قلت لكم، خديت طاوه اولا مقله، درت فيها الزيت، شديت الكبده وحمصتها تما كاينه اولا قليتها ولا حمرتها، مهم داك المصطلح اللي يعجبكم. كنحاول انني ما امكن نفرز المصطلحات في صديقات ديالي تيقولوا لي ما تفهموش اللهجه المغربيه. المهم هانتوما كي تشوفوا معايا هنايا ما تتعداش 5 دقائق. من بعد ما استوى الطاجين اللي هو البصل والطماطم والبهارات اللي درت معاه، ضفت عليه قشور من الليمون مرقد اولا مخلل، كيعطيه واحد المذاق رائع، واحد النكهه زوينه. عندكم الزيتون كتقدروا تضيفوا عليه، ما كانش عندي متوفر داك النهار. زدت عليها الكبده، خليتها تشحر غير واحد شويه بيد ما تدخل لها لاصوص.
هانتوما كتشوفوا معايا دابا كيتشحرات. شديت الليمون، قشور الليمون المرقد اولا الليمون المخلل، زوقته. كنقدمها لكم بالصحه والراحه. الا عجبكم الطاجين ما تنساوش تبخلوا عليا بتعليقاتكم، ما تنساوش ديروا لي لايك، جيم، وديروا بارطاج، شير مع صحابكم وصحاباتكم. كنتمنى تشجعوني. شكرا، نتلاقاو في فيديو لاحق ان شاء الله.